السلام عليكم متابعي الكرام. لا ترفع رأسك من الركوع حتى تقول هذه الكلمات، لكن قبل البدء صلوا على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة رجل لا يتم الركوع ولا السجود. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالركوع هو من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا به. والمشروع في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، أو أقل مرة واحدة. واختلف العلماء في حكم التسبيح في الركوع والسجود على قولين: الأول التسبيح واجب في الركوع والسجود، والقول الثاني أنه سنة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. وأما الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع بعد قول سبحان ربي العظيم فهي 4 أذكار عظيمة. الذكر الأول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والذكر الثاني: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والذكر الثالث: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. والذكر الرابع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا والله تعالى أجل وأعلم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما جهلنا. إذا أتممتم مشاهدي الكرام هذا المقطع فلا تحرموا أنفسكم أجر مشاركته ليستفيد منه غيركم، فالذال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.